اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب فايف. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. حلقة النهاردة بتمثل واحد من اهم نوعيات الافلام اللي بحبها جدا، وهي افلام المحاكمات. وطبعا دي افلام بتبقى مليانة بالتشويق والاثارة في كل احداثها. شوية بتبقى موافق مع الشخص ده، وشوية بتبقى معارض ومش عاجبك الكلام، لحد ما في الاخر بتظهر الحقيقة. ومن اهم افلام المحاكمات في تاريخ السينما كله طبعا فيلم 12 انجري مان، الفيلم اللي كان طفرة جدا في النوعية دي من الافلام. وعشان كده احنا النهارده بنرشح لكم اجمل 5 افلام محاكمات نزلت في اخر 5 سنين. حلقة حلوة قوي قوي، اوعى تفوتها. يلا بينا نبدأ حلقة النهارده. في المركز الخامس بنبدأ ترشيحاتنا بواحد من أجمل الأفلام اللي اتعملت في 2023، هو فيلم ذا بيرل. وبتدور أحداث الفيلم سنة 1995، لما بيضطر صاحب دار جنازات اسمه أوكليف إنه يبيع عدد من دور الجنازات الخاصة بيه لشركة كبيرة اسمها لوين جروب، عشان يقدر إن هو يعدي بالأزمة المالية الكبيرة اللي بيمر بيها، ويقدر كمان إنه يدفع الديون اللي عليه للتأمينات. بس للأسف مجموعة لوين بتماطل جدا إن هم يكملوا العقد، وأوكليف شغال في خسارته وأزمته، عشان يبلغوا المحامي بتاعه هارل إن مجموعة لوين دي بتلعب لعبة قذرة عشان نفضل احنا نخسر لحد ما نعلن إفلاسنا. وهم مش ياخدوا الشركة بس، ده ياخدوا الشركة وكل أصولها كمان. عشان ينصحوا هال إنه لازم يعين المحامي ويلي جراي، الشخصية الغريبة في كل تصرفاتها، ويقنعه إن هو الوحيد اللي هيقدر يقف في القضية دي قدام محامي مجموعة لوين. يا ترى بقى إيه الحكاية؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الحلو أوي أوي ده. I want to destroy you. Can't you see that we're golden? We don't have a snowball's chance in hell of winning this case. Just trust me, okay? I may have found something. What does it feel like to be some small-time nobody on the verge of bankruptcy? Walking tall, full of What if I don't win and I let all these people down? You have been trying to turn this into your own one-ring circus. I got my damn life on the line. I know that, Jerry. Did it ever bother you? Oh, the hypocrisy, the hypocrisy. You sit your ass down. I'm sitting, Your Honor. Hey, wait. What's my... We can't split the pole. Can't split the pole. Now, come on, Doc. في المركز الرابع في حلقتنا النهاردة بنرشح واحد من أهم الأفلام اللي اتعملت في سنة 2020، هو فيلم ذا تريال شيكاغو 7. الفيلم اللي بيدور أحداثه في الستينات، وبالأخص سنة 1968، لما المظاهرات كانت مولعة في أمريكا وأوروبا بسبب اعتراض الناس، وبالأخص في أمريكا، على حرب فيتنام. ده غير الأوضاع الاقتصادية في الوقت ده، وده اللي خلى الناس تعمل مظاهرات بالآلاف. فين بقى؟ في أيام المؤتمر الديمقراطي الوطني اللي كان بيتعمل في شيكاغو سنة 68. وده مؤتمر بيتعمل كل 4 سنين من أعضاء الحزب عشان يختاروا مرشح الحزب للرئاسة. وده اللي خلى الشرطة في الوقت ده تعتقل 7 من النشطاء السياسيين اللي دعوا للمظاهرات دي، وكمان تحولهم للمحاكمة. محاكمة بتهمة ايه بقى؟ بتهمة التآمر وتهمة إثارة الشغب. وده اللي خلى المحاكمة دي في الوقت ده محاكمة إعلامية كبيرة وشعبية كبيرة جدا جدا. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل في أحداث المحاكمة؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الحلو قوي قوي ده. This is what revolution looks like, real revolution. We may have to hurt somebody's feelings. Is this prosecution politically motivated? I'm tired of hearing you. It would be impossible for me to care any less what you are tired of. here I am. There will be order. We have to find some courage now. How much is it worth to you? What's your price? To call off the revolution? My life. Open your eyes, 'cause a new day. في المركز الثالث في حلقتنا بنرشح واحد من أجمل الأفلام اللي ممكن تتفرج عليها، هو فيلم ذا موريتانيان. الفيلم اللي من إنتاج 2021، وبتدور أحداثه حوالين الموريتاني محمد ولد صلاحي. ده اعتقلوه من بيته في موريتانيا بتهمة الانضمام لتنظيم القاعدة بعد 11 سبتمبر. الاعتقال ده اللي تم من غير أي أدلة أو شهود عليه، وبدون حتى حقه في المحاكمة. طبعا واحد معتقل في غوانتنامو ومحدش يعرف عنه حاجة، ولا أهله يعرفوا هو فين. ده اللي خلى السنين والأيام بتجري منه. وطبعا كان كل ده وطول الوقت ده محمد بيفقد الأمل تماما إنه هيشوف الدنيا تاني، لحد ما بيجيله الأمل تاني صدفة
لما بتقرر محاميتين متخصصين في حقوق الإنسان هما نانسي وتيري اللي بيجيلهم ورق محمد بعد 3 سنين من اعتقاله، وقرروا إن هما يدافعوا عنه ويساعدوه عشان بس يوصل لأقل حق من حقوقه، إن هو يتعرض حتى للمحاكمة. بس هما بقى اتعرضوا لضغط كبير جدا من المجتمع في الوقت ده. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل في المحاكمة دي؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. Of a conspiracy, but I'm starting to think this is what it must feel like to be on the outside of it. You're overthinking this. Either wear the jersey or get off the field. You need to tell me what happened to you. I can't defend you. Do you understand that? You asked me to set fire to this place, but I'm still sitting. Maybe he's guilty. Maybe he is. We're doing our job. I'm not welcome home. That's not a part of my job. If I'm wrong, when it comes to my reckoning, I'm the one that'll have to answer for it. What makes you think you're any better than the rest of us? I don't think I'm better than anybody else. That is the point. For 8 years, I have been dreaming of being in a courtroom. Now that I'm here, I'm scared to death. You know, I think I figured out why they built Guantanamo down there. My client, he's not a suspect. He's a witness. Mr. Slahi, would you please raise your right hand and repeat after me? The Mauritanian. في المركز الثاني في ترشيحاتنا في أفلام المحاكمات بنرشح الفيلم الأوسكاري أناتومي أوف فول، الفيلم اللي من إنتاج 2023 وبتدور أحداثه حوالين صموئيل، الكاتب اللي لقوه ميت قدام بيته. بيته ده موجود في منطقة نائية بعيدة، عايش فيه هو ومراته الكاتبة الألمانية ساندرا وابنهم دانيال. دانيال عنده 11 سنة وبيعاني من ضعف في النظر شديد جدا، يعني تقدر تقول كمان إن هو ما بيشوفش. بعد لما البوليس جه عشان يحقق في الوفاة اكتشفوا إن الجرح اللي في راس صموئيل في الغالب حصل قبل ما جسمه يتخبط في الأرض، وده اللي خلى ساندرا مراته تبقى هي المتهم الوحيد في القضية دي، وخصوصا إنهم كانوا في البيت لوحدهم في الوقت ده. وده اللي خلى المحامي بتاعها وصاحبها القديم فينسنت يحاول يقول لها إن هما لو وجهوا القضية لتهمة القتل تحاول إنها توجه القضية هي إنه مات منتحر. يا ترى بقى صموئيل ده مات منتحر ولا مات مقتول؟ موقف ساندرا إيه؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الرهيب ده. Not at all. Be fair. I am a man who's been cheated on. I can't stand anymore. I'm fighting. I'm innocent, you know that, right? في المركز الأول في حلقتنا النهاردة بنرشح واحد من أمتع أفلام المحاكمات والإثارة، هو فيلم جاست ميرسي، الفيلم اللي من إنتاج 2019 وبدور أحداثه حوالين واحد نجار اسمه والتر اللي عايش في ولاية ألاباما الأمريكية اللي حصلت فيها جريمة قتل لبنت اسمها روندا. وبعد ما الشرطة لقت شهادة من شخص واحد بس ضد والتر على طول بيتقبض عليه، وفي أقل وقت ممكن بيتحكم عليه بالإعدام بالكرسي الكهربي. طبعا كل ده حصل ليه؟ لأن والتر من الأقلية السود فمالوش أي دية. طبعا والتر قاعد مستني تنفيذ الحكم لحد ما في الوقت ده بيتخرج محامي من جامعة هارفارد، محامي من أصول أفريقية اسمه براين، وبيقرر إن هو بعد لما يتخرج إن هو يشتغل إن هو يترافع على المحكوم عليهم بالإعدام، وحاسس إن هو ممكن يبرئهم، وكمان مرافعته دي بتكون بالمجان. براين بيقرر إن هو يترافع عن والتر. يا ترى بقى هيقدر يثبت براءته ولا لأ؟ كل ده هتعرف في أحداث الفيلم الروعة ده اللي يستحقه بكل جدارة إن يكون هو المركز الأول معانا في حلقة النهاردة. Each of us is more than the worst thing that we've ever done. I know what it's like to be in the shadows. It's my dad. He did nothing wrong. It's never too late for justice. You're the only one kid enough to fight for me. If we can look at ourselves closely, we can change this world for the better. We all need grace. We all need لو عجبتك mercy. ترشيحات النهارده اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.